تقدم فرنسا تجربة لا تنسى لكل زائر، سواء كنتم تبحثون عن المغامرة، الاسترخاء أو التعلم، فإن فرنسا تقدم لكم كل ذلك وأكثر. نتطلع إلى رؤيتكم في مغامرة جديدة قريباً. انضم إلينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنا نقدم لك العالم بين راحة يديك، وذلك بتخصصنا في مجال السياحة والسفر. تواصل معنا عبر الانستغرام وسناب شات لمتابعة المزيد. لا تنسى الاشتراك بقناة ترافلينج سعودي للسياحة مع عبد العزيز. أهلا بكم في رحلة ساحرة إلى قلب أوروبا، حيث تتناغم الأناقة مع التاريخ وتلتقي الفنون بالثقافة في لوحة فنية لا مثيل لها. دعونا نأخذكم في جولة استثنائية إلى فرنسا، البلد الذي يجسد الرومانسية والجمال في كل زاوية من زواياه، من شوارع باريس المضيئة ببرج إيفل الشهير إلى حقول اللافندر في بروفانس، ومن قلاع اللوار الساحرة إلى شواطئ الريفيرا الفرنسية البديعة. سنكتشف معا كنوز هذا البلد الرائع. استعدوا لاكتشاف فن الطهي الفرنسي الذي يأسر الحواس، وتذوقوا الأطباق الشهية التي تتنوع بين الكرواسون الطازج والجبن الفاخر. سنغوص في أعماق التاريخ بزيارة المتاحف العريقة مثل متحف اللوفر، ونتجول في الأسواق التقليدية التي تعكس روح الحياة الفرنسية الأصيلة. في هذه الرحلة سنعيش تجربة لا تنسى، حيث يمتزج الحاضر بالماضي وتلتقي الطبيعة بالفن لتخلق لنا ذكريات تدوم مدى الحياة. انضموا إلينا في هذه المغامرة الفريدة ودعونا نكتشف سحر فرنسا معا. عندما نتحدث عن فرنسا لابد أن يكون لشواطئه البديعة نصيب في حديثنا، لذلك دعونا نأخذكم في جولة ساحرة إلى بعض من أجمل شواطئ فرنسا التي تمتد على طول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويمكن للسياح الاستمتاع بتجارب لا تنسى وأنشطة متنوعة. تعد الريفيرا الفرنسية أو الكوت دازور واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم. هنا يمكن للسياح الاستمتاع بالشواطئ الرملية الذهبية والمياه الزرقاء الصافية. يمكنكم الاسترخاء تحت أشعة الشمس في شاطئ نيس، أو الاستمتاع بالحياة الليلية النابضة في كان. ولا تنسوا زيارة موناكو، الإمارة الصغيرة التي تجمع بين الفخامة والتاريخ. كنتم تبحثون عن تجربة تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، فإن شواطئ نورماندي هي الوجهة المثالية. هنا يمكنكم زيارة شاطئ أوماها الذي شهد أحداثا تاريخية خلال الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمنحدرات البيضاء في إتروتا والتجول في القرى الساحلية الهادئة. تتميز شواطئ بريطاني بجمالها الطبيعي البكر وتنوعها البيئي. يمكنكم الاستمتاع بالرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والتجديف، أو استكشاف الكهوف البحرية في شاطئ سان مالو. كما يمكنكم زيارة جزر بريطاني الساحرة مثل جزيرة بيل إيل التي تتميز بمناظرها الخلابة وشواطئها الرملية البيضاء. والآن دعونا ننتقل إلى قلب باريس، حيث يتربع برج إيفل شامخا كرمز خالد للجمال والهندسة المعمارية الرائعة. هذا المعلم الشهير الذي بني في عام 1889 ليس مجرد هيكل معدني، بل هو تجربة فريدة تأخذكم في رحلة عبر الزمن والثقافة. عند زيارة برج إيفل يمكنكم الصعود إلى منصاته المختلفة للاستمتاع بإطلالات بانورامية ساحرة على مدينة باريس. من الطابق الأول إلى القمة ستشاهدون مشاهد لا تنسى تشمل نهر السين وكاتدرائية نوتردام وقوس النصر. يمكنكم تجربة تناول الطعام في أحد المطاعم الفاخرة داخل البرج، مثل مطعم لي جولسي فيرن الذي يقدم أطباق فرنسية راقية مع إطلالات مذهلة على المدينة. تجربة تناول العشاء هنا هي تجربة لا تنسى تجمع بين الفخامة والجمال. يحتوي البرج على معارض تفاعلية تعرض تاريخ بنائه وتطوره عبر الزمن. يمكنكم استكشاف هذه المعارض، التعرف على القصص المثيرة وراء هذا المعلم الشهير. يمكنكم الاسترخاء في الحدائق الجميلة المحيطة في البرج مثل حديقة شام دي مارس، حيث يمكنكم الاستمتاع بنزهة هادئة أو التقاط الصور التذكارية مع البرج في الخليفة.
أو التقاط الصور التذكارية مع البرج في الخلفية. في كل مساء يتألق برج إيفل بعروض ضوئية ساحرة تستمر لبضع دقائق، حيث يضيء البرج بألوان مختلفة ويخلق مشهدا خلابا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. في فصل الشتاء يتم تحويل الطابق الأول من البرج إلى حلبة تزلج على الجليد، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج مع إطلالات رائعة على باريس. يمكنكم الانضمام إلى جولات مصحوبة بمرشدين لاستكشاف البرج والتعرف على تاريخه وأسراره. هذه الجولات توفر لكم فرصة للاستفادة من معرفة الخبراء والاستمتاع بتجربة تعليمية ممتعة. يحتوي البرج على متاجر تذكارية، حيث يمكنكم شراء الهدايا التذكارية والمنتجات الفريدة التي تحمل طابع برج إيفل. ننتقل إلى متحف اللوفر، حيث تتلاقى روائع الفن مع عبق التاريخ في قلب باريس. هذا الصرح الثقافي العظيم ليس مجرد متحف، بل هو بوابة إلى عوالم مختلفة وحضارات متنوعة، حيث يمكنكم استكشاف كنوز الإنسانية من مختلف العصور والثقافات. دعونا نأخذكم في رحلة ساحرة عبر أروقة اللوفر، حيث تنتظركم تجارب لا تنسى وأنشطة متنوعة. يضم متحف اللوفر مجموعة هائلة من الأعمال الفنية التي تمتد عبر آلاف السنين. من أشهر هذه الأعمال لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي، وتمثال فينوس دي ميلو الذي يعود للعصر اليوناني القديم. يمكنكم التجول بين صالات العرض المختلفة واستكشاف اللوحات والمنحوتات والفنون الزخرفية التي تعكس تطور الفن عبر العصور. يتكون المتحف من عدة أقسام تغطي مختلف الحضارات والفترات الزمنية. يمكنكم زيارة قسم الآثار المصرية التي يضم مجموعة رائعة من المومياوات والتماثيل الفرعونية، أو استكشاف قسم الفنون الإسلامية التي يعرض تحفاً فنية من العالم الإسلامي. لا يمكنكم زيارة اللوفر دون الاستمتاع بجمال هندسته المعمارية، من الهرم الزجاجي الشهير الذي يزين مدخل المتحف إلى القاعات الفخمة التي كانت في السابق قصراً ملكياً. ستجدون أنفسكم محاطين بالجمال في كل خطوة. يمكنكم الانضمام إلى جولات مصحوبة بمرشدين لاستكشاف المتحف والتعرف على تاريخه وأهم الأعمال الفنية فيه. هذه الجولات توفر لكم فرصة للاستفادة من معرفة الخبراء والاستمتاع بتجربة تعليمية ممتعة. يقدم المتحف مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة التعليمية التي تستهدف جميع الأعمار. يمكن للأطفال والكبار على حد سواء المشاركة في ورش الرسم والنحت أو حضور محاضرات وندوات حول تاريخ الفن، بالإضافة إلى مجموعاته الدائمة. يستضيف اللوفر العديد من العروض والمعارض المؤقتة التي تسلط الضوء على مواضيع فنية وتاريخية متنوعة. يمكنكم الاطلاع على هذه المعارض لاكتشاف جوانب جديدة من الفن والثقافة. بعد جولة ممتعة داخل المتحف، يمكنكم الاسترخاء في حدائق تويرلي الجميلة المحيطة باللوفر. هذه الحدائق توفر مكانا مثاليا للنزهات والاستمتاع بجمال الطبيعة في قلب باريس. ننتقل لزيارة كنيسة القلب المقدس باسيليكو دو ساكر كور في باريس، التي تعد واحدة من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية وتستقطب ملايين الزوار سنويا. تقع الكنيسة على تلة مون مارتر، وهي أعلى نقطة في باريس بعد برج إيفل، مما يوفر إطلالات بانورامية خلابة على هذه المدينة. تتميز كنيسة القلب المقدس بطرازها الروماني البيزنطي الفريد، والذي يتجلى في القباء البيضاء اللامعة والأعمدة المزخرفة. عند الاقتراب من الكنيسة ستدهش بجمال الهيكل الخارجي الذي يعكس ملامح العصور الوسطى، بالإضافة إلى برج الساعة الشهير الذي يضفي على المكان رونقا خاصا. عند دخولك إلى الكنيسة ستجد نفسك محاطا بجمال الديكورات الداخلية التي تتضمن الفسيفساء والزجاج الملون والرسومات المميزة للشخصيات القبطية الشهيرة. لا تفوت فرصة مشاهدة أكبر قطعة فسيفساء في العالم، وهي فسيفساء قبة الكنيسة التي تصور السيد المسيح في زي أبيض وقلب ذهبي. بعد استكشاف الكنيسة من الداخل،
يمكنك الصعود إلى القبة التي ترتفع 83 متر فوق سطح الأرض، حيث تتمتع بإطلالة ساحرة على أفق باريس. هذا المكان هو مثالي لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بجمال المدينة من أعلى نقطة. ننتقل إلى قوس النصر في باريس، فرنسا. هو واحد من أكثر المعالم السياحية شهرة وجاذبية في العالم. يقع في نهاية شارع الشانزليزيه الشهير، ويعتبر رمزا للنصر والقوة الفرنسية. بني بأمر من نابليون بونابرت عام 1806 لتكريم الجيش الفرنسي، ويقف اليوم كشهادة على التاريخ الغني والثقافة العريقة لفرنسا. يمكن للسياح أن يتمتعوا بالمناظر البانورامية الخلابة، فيمكن للزوار الصعود إلى قمة قوس النصر للاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على مدينة باريس. من هناك يمكن رؤية برج إيفل ومتحف اللوفر وكاتدرائية نوتردام والعديد من المعالم. وأما عن التاريخ والثقافة، فيحوي قوس النصر على متحف صغير يعرض تاريخ البناء والمعارك التي خاضتها فرنسا. يمكن للزوار التعرف على الأحداث التاريخية المهمة من خلال اللوحات والنقوش الموجودة على الجدران. وتوجد شعلة تسمى بالشعلة الأدبية تحت قوس النصر. يوجد قبر الجندي المجهول من الحرب العالمية الأولى، حيث تشتعل شعلة أبدية تكريما للجنود الذين فقدوا حياتهم في الحروب. كما تتوفر جولات سياحية منظمة تأخذ الزوار في رحلة عبر التاريخ الفرنسي مع مرشدين يشرحون بالتفصيل كل جانب من جوانب القوس. يعتبر قوس النصر مكانا مثاليا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، حيث يمكنهم التقاط صور مذهلة للمعلم نفسه وللمناظر المحيطة به. بعد زيارة القوس يمكن للسياح الاستمتاع بالتسوق في شارع الشانزليزيه الشهير، الذي يضم مجموعة متنوعة من المتاجر الفاخرة والمطاعم الراقية. لننتقل بعدها إلى مونت سان ميشيل، الجوهرة الساحرة في نورماندي، فرنسا. هو واحد من أكثر المواقع السياحية روعة وجاذبية في العالم. يقع هذا الدير التاريخي على جزيرة صخرية صغيرة، ويحيط به خليج شاسع يتغير مع المد والجزر، مما يضفي عليه سحرا فريدا لا يضاهى. يمكن للزوار استكشاف دير مونت سان ميشيل الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن. يتميز الدير بتصميمه المعماري القوطي الرائع، ويضم كنيسة جميلة وأروقة هادئة تتيح للزوار الاستمتاع بجو من السكينة والروحانية. من أعلى الدير يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية مذهلة على الخليج والمناطق المحيطة. في أيام المد العالي يبدو مونت سان ميشيل وكأنه يطفو على الماء، مما يجعله مشهدا ساحرا يستحق التصوير. يمكن للزوار التجول في الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى واستكشاف المتاجر التقليدية التي تبيع الهدايا التذكارية والمأكولات المحلية الشهية. تتوفر جولات سياحية منظمة تأخذ الزوار في رحلة عبر تاريخ مونت سان ميشيل مع مرشدين يشرحون بالتفصيل كل جانب من جوانب الدير والجزيرة. خلال فترات الجزر يمكن للزوار الانضمام إلى جولات المشي على الطين، حيث يمكنهم استكشاف المنطقة المحيطة بالجزيرة والتعرف على الحياة البحرية والنباتات المحلية. يستضيف مونت سان ميشيل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية التي تضيف لمسة من الحيوية والإبداع إلى الزيارة. نختم رحلتنا في فندق ديفل أو قاعة مدينة باريس. هو واحد من أكثر المباني التاريخية روعة وجاذبية في العاصمة الفرنسية. يقع في قلب باريس ويعتبر مركزا للحياة السياسية والإدارية للمدينة منذ القرن الرابع عشر. يتميز هذا المبنى بتصميمه المعماري الفخم الذي يجمع بين الطرازين القوطي وعصر النهضة، بما يجعله وجهة سياحية لا تضاهى. يمكن للزوار الانضمام إلى جولات سياحية منظمة داخل فندق ديفيل، حيث يمكنهم استكشاف القاعات الفخمة والغرف المزينة باللوحات الفنية الرائعة، مما يوفر نظرة عميقة على تاريخ باريس والحياة السياسية فيها. يستضيف فندق ديفيل العديد من المعارض الفنية المؤقتة على مدار العام، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأعمال فنية من مختلف العصور والأنماط.
يحيط فندق ديفيل حدائق جميلة توفر مكانا مثاليا للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة وسط المدينة. يستضيف فندق ديفيل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمعارض الفنية، مما يضيف لمسة من الحيوية والإبداع إلى الزيارة. يعد فندق ديفيل مركزاً للاحتفالات الوطنية الفرنسية مثل يوم الباستيل في 14 يوليو، حيث تقام عروض ضخمة ومسيرات احتفالية. يعتبر فندق ديفيل مكاناً مثالياً لعشاق التصوير الفوتوغرافي، حيث يمكنهم التقاط صور مذهلة للمبنى نفسه وللمناظر المحيطة به. في ختام رحلتنا السياحية عبر فرنسا، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم باكتشاف هذا البلد الرائع الذي يجمع بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي الخلاب. من المعالم الشهيرة في باريس إلى شواطئها الخلابة، تقدم فرنسا تجربة لا تنسى لكل زائر. سواء كنتم تبحثون عن المغامرة، الاسترخاء أو التعلم، فإن فرنسا تقدم لكم كل ذلك وأكثر. نتطلع إلى رؤيتكم في مغامرة جديدة قريباً. لا تنسى الاشتراك بقناة ترافلينج سعودي للسياحة مع عبد العزيز.